السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا التلبينة النبوية. آه، يعني أدام إحنا قلنا التلبينة النبوية دي وصفة يعني صحية، مش 100%، مليون ألف في المية، مليار في المية. معنا كوبايتين من المية، وثلاث معالق كبار هرمية من دقيق الشعير. دقيق الشعير ده بيتباع عند أي عطار، وممكن بيطحنهولك، بتشتريه ويطحنهولك هو عنده في المطحنة عنده. وكل ده بنقلبه على البارد، وبعدين نرفعه على النار، على نار متوسطة. اول ما يبتدي بقى ان هو يغلي نوطي النار، وايه، نقعد كده 5 دقايق 7 دقايق مع التقليب المستمر عشان ما يتكتلش، وفي نفس الوقت الدقيق نفسه يستوي. طبعا فوائد التلبينة ديت بتزيل الهم والاكتئاب، و يعني بتخلي الانسان كده يحس بان هو يعني فرحان كده. وطبعا لآلام البطن للبطن عامة يعني مفيدة. هي فيها طبعا ألياف. وطبعا أنا قريت طبعا إن هي في بعض الحالات الأطفال اللي عندها توحد برضو بتفيد فيها. وهي فوائدها كتير صراحة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما بيوصي أهل بيته إن هم دايما يعني لما يكون حد تعبان أو حتى غير تعبان، طبعا هي مفيدة جدا. احنا ممكن ناكلها في الفطار، في العشاء، يعني صحية جدا. ونضيف بقى عليها الإضافات بقى في الآخر كده بعد ما نخلص خالص. نضيف عليها عسل بعد ما تهدى شوية، نضيف عليها عسل أبيض، نضيف عليها زبيب، نضيف عليها مكسرات، حبة البركة، ممكن زنجبيل أو قرفة، اللي انت عايزاه. هي ما شاء الله صحية ومفيدة جدا، وإن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم بإذن الله. وابحثوا كتير عن فوائدها، لأنها ما شاء الله فوائدها لا تعد ولا تحصى. فوائدها حلوة جدا طبعا، وكمان للمفاصل حلوة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.